في منشور سابق قلت لكم إني سأنزل شرح لنظرية الكوب والحركة وما علاقتها بمرضى السكري من النوع الثاني. تنطلق هذه النظرية من حديث فيما معناه: إن كان لابن آدم من لقيمات يقمن بها صلبه فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، أو كما قال رسول الله. هذه قاعدة طبية، ولو دققت في البحث عن سبب مرض السكري لوجدتم سببين لهما، هما الغذاء والحركة. طيب، نظرية كالآتي: هذا كوب فارغ، أنت مريض سكري نوع ثاني، خليني أوريك شيء بسيط يمكن يغير فهمك كله. طبعا هذا الكوب زي جسمك قبل الأكل، فاضي ومتوازن. لو صبينا عليه الماء لنسبة 70%، لما تاكل باعتدال كذا يكون جسمك يتعامل مع الأكل بشكل طبيعي. لو وصلت الجسم إلى مرحلة الامتلاء، المشكلة تبدأ هنا. ولو صبينا زيادة عن اللزوم، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون الفيضان. هنا بالضبط اللي يصير داخل جسمك لما تاكل فوق حاجتك، جسمك ما عاد يستوعب، وبعدين تقول ليش أصبت بالسكري؟ يبدأ التراكمي ويرتفع السكر حتى لو أنت تاخذ علاج. طيب إيش الحل؟ لو قلنا مثلا رجعنا شوية من الماء وخلينا الجسم طبيعي، هنا أنت لم تقم بالامتلاء، بس هذا مو كافي، لازم تتحرك. وهنا إكمال لنظرية الحركة اللي هي الكاس والحركة. أعتقد أني وصلت لكم الفكرة. الحركة تفرغ الكوب. شوف، أنا ما أقول لك ما تأكل، أنا أقول لك لا تمتلئ. أهم ما يمثل هذه النظرية لا تأكل حتى الامتلاء. ونحن الآن نبدأ بهذه التجربة، اسمها نظرية الكوب والحركة. بنطبقها مع بعض ونشوف النتائج خلال 3 أشهر. وأهم شروطها: أولا لأصحاب السكر فوق 7، ركزوا معايا، أصحاب السكر فوق 7 وما فوق، المطلوب منك لا تأكل حتى الامتلاء أبدا أبدا أبدا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: كونه السكر التراكمي عندك عالي، حتبتعد عن السكريات والنشويات والكربوهيدرات. ستأكل البيض والسلطات والخضار، قطعة خبز صغيرة، بر، اللحوم والأسماك وصدور الدجاج والجبنة بشكل بسيط. آخر شيء وهو شرط أساسي للنظرية: إنك تتحرك بعد الأكل من 15 إلى 30 دقيقة جري متوسط حتى تعرق. بعد كذا حتقيس السكر قبل وبعد الوجبات، قبل الإفطار وبعده بساعتين، قبل الغداء وبعده بساعتين، قبل العشاء وبعده بساعتين. سجلها في الجوال أو في ورقة. طبعا أنا هحتاج في هذه التجربة من 10 إلى 15 شخص، لو في ناس كثير خير وبركة، بس أبغاهم جادين في الموضوع للتطبيق، يكون قريب. الفحص التراكمي لساتك فحصت، يعني عادوا لسه طلعت النتيجة قريب. ارسلوا لي آخر قياس تراكمي لك والنتائج يوميا على ماسنجر، وأنا راح أرتبها في أكسل لكي نرى مدى التأثير. يا جماعة مهم جدا، اللي بيطبق معايا لازم الهمة والجدية في الموضوع، وإن شاء الله تكون النتائج جيدة. بالنسبة للنوع الثاني اللي سكرهم عند 7 وتحت، أولا الشرط لن تأكل حتى الامتلاء. هنا تختلف عن اللي سكرهم فوق 7. هنا لا يهم ما تأكل، بس يعني مش معنى انك تاكل مثلا تحصل صحن حلويات وتاكل تقول انا ما شعرتش بالامتلاء، لا، الحلويات تاكل بقطعه صغيره. فهمت قصدي؟ ثانيا ستتحرك يوميا من 15 الى 30 دقيقه هرولة. بعد كذا تقيس السكر قبل وبعد الوجبه بساعتين وتسجلها في جوالك في ملاحظه. وهنا اريد من 10 الى 15 شخص، واذا في اكثر خير وبركه، يقومون بالتجربه وترسلون النتائج يوميا الى الماسنجر تبعي، وانا راح أعملها في أكسل ونكمل هذه التجربة لمدة 3 أشهر لنرى النتائج الباهرة إن شاء الله. إذا لا تصدقني جرب بنفسك، وبعد 3 أشهر راح نعرف الحقيقة. هذه النظرية ليست بعيدا عن الطب، ولكننا أعطيناها بمنظور مختلف. ليش هذه النظرية بالذات؟ ليش أنا مركز على الأكل والحركة؟ لأنه أغلب مرضى السكريات هم المرض من الأكل. في حاجة غير الأكل تجيب لك السكر؟ الأكل، قلة الحركة. لو لاحظتم الناس اللي في الأرياف اللي يشتغلوا تمام، هتلاقيه يشتغل بكد ويأكل ويشرب ويشتغل، ما عندهم نسبة مرضى السكر قليلة جدا. ليش؟ لأنهم يتحركون.